بموت فيها. بصوا بقى، هتجيبوا حاجه تشربوها وهتيجوا علشان خاطر احنا النهارده هنتكلم في حاجه ممكن ما اكونش اهلي ليها ان انا اتكلم فيها، ولكن هديكوا عصاره خبرتي بس عشان نخلي الموضوع احسن شويه. سيرم بص، عشان نخلي الموضوع احسن شويه هنعمل معاه لوك ميك اب. انا مش ميك اب ارتست برضو، ولكن عايزه اصور كذا فيديو، فممكن اعمل ميك اب بحيث ان انا اكون جاهزه استغل يوم الاجازه اللي هو الجمعه مثلا، بحيث اصور فيه كذا فيديو ينزلوا على مدار الاسبوع. اوكي، فيديو النهارده ايه بقى، او الفيديو ده بالتحديد ده ايه؟ بصوا، ازاي نطلع بنت سوية نفسيا مش بتنجذب لأي حد بسهولة، وازاي ان احنا نربي بنت ناجحة. البنت دي تبقى ست ناجحة، تبقى ام ناجحة، تبقى اخت ناجحة، تبقى كل حاجة. بصوا بقى، كلنا معظم اهالينا مشغولين، شايلين مسؤولية. الموضوع زمان ما كانش احسن حاجة في التربية او في الحاجات دي كلها، بسبب الضغط اللي هم كانوا فيه، بسبب ان الموضوع ما كانش عندهم درايه بالموضوع قوي. فانا اقول لكم كده تبس صغننه قوي ازاي نقدر يعني نتجنبها، عشان خاطر ما نطلعش حد يكون محتاج لحنان او اهتمام او اي حاجه ياخدها من شخص تاني خالص. طبعا احنا عارفين من الشخص ده، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم، مش معنى كده ان انا ما وقعتش في الاخطاء دي، لا، انا وقعت فيها، بس عشان كده انا ممكن اكون عندي درايه شويه ان انا ممكن اقولك ايه اللي ممكن اتجنبه عشان ما يحصلش كده من غير بقى كلام كتير. اول حاجه اللي انا شايفاها واللي هي احسن حاجه مامتي عملتها لي، ان هي كانت بتسمعني. بمعنى ايه؟ يعني هي كانت عارفه مثلا ان انا ممكن اكون عملت حاجه غلط او حاجه، ولكن بتسمع. يعني انا بقول لها بقدر اسيطر على الغلط ده بان هي شافتني ان انا ده مش قصدي من الموضوع كله، انا مش قصدي ان انا اغلط وخلاص، لا، انا كان ليا دافع للحاجه دي، بحكم مثلا ان انت هتبقي انت وبنتك صحاب. استنوا هدمج واجيلكم. بصوا كده الدمج كله بجد بتاع مايت سينما ده بتاع مايت سينما. البيبي كريم ده حلو قوي، تمام، مش بيخليكي اصلا محتاجه تاني ان انت تحطي حاجه او تثبتي بحاجه، هو خفيف خالص وبيتشرب بسرعه. خلينا نرجع بقى لموضوعنا. هتقولوا لي هنعمل ايه تاني؟ هنسمعها. السمع، ان انت تكوني انت اكتر مستمع ليها، دي احلى حاجه في الدنيا. ان انت ما تحكميش عليها من اول مره، يعني انت سمعتي الكلام، رد فعلك المبالغ فيه اللي انت بتعمليه في الاول هو اللي بيفضل في ذاكرتها على طول. انت محتاجه تهدي 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 مليون، عشان خاطر تطلعي كل اللي عندها، وعشان بعد كده لما يحصل اي مشكله تيجي تقول من غير ما تخاف. طيب معنى كده ان احنا في كل المشاكل هيبقى اتيتيودنا واحد؟ لا. المشكله طبعا لو في مشاكل اللي هي اوريدي خانت فيها ثقتك، او عملت فيها حاجه كبيره، او فعلا حاجه بتهدد حياتها او سمعتها او اي حاجه من الحاجات دي، احنا لازم نعمل ستوب كده ونقف نحل الموضوع، ولكن مش بالغلط. مش بالغلط. ده دورك انتي. دورك انت ان انت ما تخوفيهاش منك، وان هي تقدر بعد كده تعرف تحكي من غير اي حاجه. لو انت قدرتي تكسبي ان انت بنتك دي صاحبتك وانت صاحبتها الوحيده، وده اولا قبل ما هي تكون صاحبتك، لان وارد ان انت عندك صحاب تانيين، وارد ان انت اوريدي عالجتي الموضوع ده من مامتك، ولكن هي انت مرايتها من الاخر. انت لو انت صورتها مهزوزه في عينك، هي هتفضل طول الوقت صورتها مهزوزه قدام نفسها، انت طبعا والعيله. تمام، خلينا نحط مرتب تاني. هي اول حاجه هتسمعي. طيب، هل هي معنى كده ان هي ما يكونش عندها دايره اصحاب؟ لا. تاني حاجه بقى نوصل لها هي دايره صحابها. دايره صحابها بمعنى ايه؟ انا اكيد مش هحجر عليها ان هي ما يكونش لها صاحب، لا. انتوا عارفين ان ربنا يطول في عمر امهاتنا وكده، ولكن في فتره طويله جدا من حياتنا بنبقى صحابنا هم محورها. يعني ايه؟ بنخرج، بنروح، بنيجي، بنجرب مطاعم، بنجرب اكل، بنجرب لبس مع بعض، بنشتري مع بعض، بنعمل حاجات كتير جدا مع بعض، وهم اساس الفترة دي. مش انت، ممكن يكون عندك شغلك، ممكن يكون عندك حاجة. فقبل ما تختار الصاحب، هي لازم تكوني قعدتي معاه وفهمتيها يعني ايه صاحب اصلا. صاحبي ده اللي هو اصلا يعني هو طريق الطريقين، يا طريق حلو يا طريق هلاك بالنسبه لي.
فاحنا بنتكلم معاه. لو تربيتها هي من الاساس معاكي انت كصاحبه، انا حاطه لها حدود وبتعملي واحد اتنين تلاته وما بتعمليش واحد اتنين تلاته، هتختار صاحبتها بتعمل واحد اتنين تلاته وما بتعملش واحد اتنين تلاته. فهمتوني؟ يعني هي لو ماشيه معاها ولقت صاحبه، مش هقول شبه بعض، معظم الصحاب بيبقوا مختلفين عن بعض، ولكن ماشيين الدنيا مع بعض وبيكونوا كويسين وتربيتهم كويسه وكل حاجه، ان انت اختلافك لاختلاف صاحبه البنت اللي هي بنتك، اكيد هيبقى فيها اختلاف، اكيد التربيه فيها اختلاف، ولكن الاساسيات واحده. فهمتوني؟ عايزين نحط بقى بينك. انا حطيت الكونسيلر عشان اللون يبان، عشان نرجع لموضوعنا عشان ما شتتكوش. فزي ما قلت لكم، لازم الصاحب يكون نوعا ما البيوت شبه بعضها، الاصل شبه بعضه، المبادئ شبه بعضها، تمام. وده طبعا بملاحظتك انت. يبقى انت كده ثبتي اللي جوه البيت، ثبتي صحابها اللي بره مين هم. بعد كده بقى الخروج والدخول وكده، ايا كان الزمن اللي انت موجوده فيه ليه اساسيات. انا ليا ميعاد دخول وميعاد خروج، ليا عادات وتقاليد، مش شرط المكان، مش المكان اللي بيحكم علينا، عشان دي كانت نقطه اختلاف دايما ما بيني وبين مامتي. مش المكان اللي بيفرض عليا انا اخرج امتى وادخل امتى، لا، بيتي، حمايتي، الصح من الغلط ايه. مش عشان الناس، بطلوا تقولوا لبناتكم عشان خاطر الناس هتقول كذا، عشان خاطر الناس هتتكلم تقول كذا، لا، علميها ان هي الصح والغلط ده طالع منها. اتفقنا؟ هتصاحبيها. انا كنت بصراحه كنت بتفرج وبتابع يوتيوبر. اليوتيوبر دي كانت لحد سن معين، المكان اللي بنتها بتخرج فيه هي موجوده معاها فيه. ده مش تقيد، ولكن هي مكانتش بتقعد معاها على نفس الترابيزه. دي نصيحه انا عن نفسي، اكيد مش هطبقها 90% بحكم ان انا عندي شغلي، وان اكيد بنتي مش هتحب ده طول الوقت، ربنا يرزقني بيها يعني. لو ما رزقنيش هقول لكم هعمل ايه دلوقتي. ف كنت بقول لكم ان انتوا على الاقل اليوتيوبر دي قالت، وانا بجد النصيحه دي لحد دلوقتي في دماغي، وفعلا انا لاقياها في بناتها وبتابعهم برضو، ان المكان اللي هي خرجت فيه، لو هي بقى خلاص في سن ما ينفعش ان هي تخرج لوحدها، وما ينفعش ان هي تقعد مع بنات في كافيه او مكان لوحدهم، يبقى انا ابقى معاها. مش نفس الترابيزه، مش نفس المكان، بس على الاقل انا واقفه بره. انتوا متخيلين؟ يعني حاولوا ان انتوا تحوطوهم، ولكن بطريقه ما تخنقهمش. بس اوعوا 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 يغيبوا عن عينيكوا. البنات ما بتغيبش عن عين الام ابدا، واكيد الولاد، بس تربيه الولاد لازم يكون فيها يعني سماح. لازم ثانيه واحده. فبقول لكم ان لازم يبقى في سماحه كده للولد ان هو يخرج ويدخل عادي عشان يتحمل مسؤوليته، تمام. انما البنت لا. يبقى انا بنتي خرجت بره البيت، انا عارفه هي فين، انا اوريدي يعني 90% من اماكن اللي هي خارجه فيهم انا لازم اكون معاها. طبعا ده لحد سن معين، ما ينفعش واحده في ثالثه كليه او في ثانيه كليه مثلا. انا لان انا بتكلم عن نفسي، حد اولى كليه انا ما كنتش بعرف اروح مكان لوحدي، ما كنتش بعرف. مش عشان خاطر هم مقيديني، لا، انا نفسي ما كنتش بعرف. وده برضو يودينا النقطة ان بنتك لازم تشوف كل حاجة، لازم يبقى عندها نوليدج قوية بالاماكن. ده بيبيع ايه، ده مبيعش ايه، ده بيبيع ازاي، انا بشتري وببيع ازاي، انا بتكلم لغة حواري مع الناس ازاي، انا بقعد في مطعم باكل ازاي، بعمل صوت ولا لا، بقعد بطريقة عاملة ازاي. كل نقطة هتلاقيها بتوديكوا لحاجة. قبل ما بنتك تطلع من البيت لازم يكون عندها اساسيات كده، اساسيات قاعده في مكان عامله ازاي، عشان لما اقدر اسيبها في الوقت اللي انا ينفع اسيبها فيه وفي السن اللي انا ينفع اسيبها فيه، لازم اكون متاكده منها هتقعد ازاي وتتكلم ازاي، هتعمل صوت ولا لا، هتضحك بصوت عالي ولا لا، كل الحاجات دي، تمام. بصوا في كذا بينك هنا انا هحاول احطه منه. انا مش بعمل معاكم ميك اب توتوريال، انا بلعب في نفس الوقت بحكي لكم يعني عصاره خبرتي اللي اكيد لو كانت اتقالت لي في وقت من الاوقات كانت هتفرق في حاجات كتير جدا فيا، بس عشان يعني نوعا ما بيتقال عليا ان انا مربيه نفسي شويه، مش مشكله، عادي. عايزه اقول لكم ان اوقات لما حد مثلا كبير بيقعد معايا انا بقول له يعمل ايه، ودي بصراحه انا بحبها فيا جدا، ان انا عرفت ان انا اربي نفسي على حاجات، ولحد حالا الحمد لله لسه ماشيه عليها. فالحمد لله، مش معنى كده ان احنا ما بنغلطش، بكرر لكم تاني. طيب بنتنا خرجت، طلعت، عرفت تلبس ايه، عرفت تتكلم ازاي، كل الحاجات دي. طيب انا هسيبها بقى، اكيد هتتعرض، وبالذات في فتره المراهقه، ان هي تتعرف على حد، تعجب بحد، مش عارفه تتحرك ناحيه حد. انا دوري ايه؟ اكيد طبعا لما حد يجي يتكلم مش هنموته، يعني خلاص هو ده معروف ان ده هيحصل. يعني انت تبقي غبيه جدا 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 لو بالنسبه لك الموضوع
غريب وعجيب وما ينفعش ان هي تعمل وما ينفعش وما ينفعش، لا مفيش الكلام ده خالص. ثانيه واحده، احط الاي شادو وبعد كده طب بصوا احطه واجيلكوا اوريكوا عملت ايه او هبلت ايه. بصوا انا يعتبر كده حطيت الاي شادو، حاولت اوصله لنفس هنا نفس اللون بتاع البلاوز، وفي نفس الوقت يبقى باين في الاضاءه، لان اكيد هو في الحقيقه اوفر، بس عشان خاطر الاضاءه فهي مبينه لكم ان الدنيا لسه ايه اهدى، ولكن احنا مش بنخرج كده قوي، ولكن بس عشان اوريكم الاضاءه عامله ازاي في الاضاءه يعني عامله ازاي. خلاص هنضف بقى ببيوتي بلندر نضيفه كده. اوكي، هي بس انا بمسح بيها الحاجات اللي هي زي كده، وكده كده احط مثلا كونسيلر انضف بيه تاني بس ما نخلص رسمه العين. كنت بكلمكم بقى على فتره الاعجاب. اوكي طيب انا هعمل ايه بقى لما حصلت معايا؟ بس انا بصراحه ما حصلتش معايا غير وانا كبيره، ما اعرفش كان عندي مشكله ولا ايه وانا صغيره، ولكن وانا كبيره عملت ايه بقى مامتي؟ سمعتني، يعني هي انا جيت قلت لها حكايتي كانت مختلفه شويه، كانت موضوعي كان صعب جدا جدا، ولكن قلت لها مش عشان خاطر هي هتداري عليا، لا بالعكس، هي عمرها ما ساعدتني على حاجه حرام، واي حاجه عملتها فهي خارجه مني انا مش منها، ربنا يبارك لها. مش عارفه ايه ده بس يعني هنحاول. هرجع بقى تاني ادمج لحد اخر العين واخرج على البتاع دي عشان ارسم العين كويس قبل ما ارسم الايلاينر. انا بما ان انا مش بعرف ارسم ايلاينر، فقلت اما احط التيب كده عشان خاطر ايه نرسم عليه. هرسم بقى بتاع الحواجب برضه عشان انا مش مشترياه، لاني انا ما اعرفش احطه، انا بس بحطه لما بكون بصور فيديوهات او كده، بس لسه ما جاتليش الجرأه ان انا اخرج بيه الصراحه. خلاص فهناخد بس نثبت بالجل وبعد كده نحط هنا. اهم حاجه اهم حاجه ان انت تجيبي اخر بنتك زي ما بيقولوا كده بالظبط، اخر بنتك. يعني بمعنى ايه اخر بنتك؟ ان انت تعرفي الموضوع ده واصل لحد فين. طبعا ده هبل، تمام؟ الموضوع ده واصل لحد فين، انا بنتي وصلت في الموضوع لحد فين. ده هيديني انطباع وهيديني فكرة انا همشي ازاي اصلا بعد كده معاها، ازاي هآمن، ازاي هتابع الموضوع، كل حاجة. اكيد طبعا مش هسيبها تكلم الشخص او ان هي تمشي مع الشخص او اي حاجة من الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بيعملها، ولكن على الاقل خالص ان انا هنصحها بايه؟ هنصحها بالدين الاول، ان هل ده صح ده غلط، كل ده لازم يتقال. طبيعه الفتره اللي احنا حاسين بيها هتتكلمي معاه، هل الشخص ده يا حبيبتي هيفيدك؟ هل الشخص ده هيجيلك؟ هل الشخص ده ينفع حالا ان ناخد عنه انطباع ان ده انا مش عارفه اتكلم جد بالمنظر ده بس يعني مش مشكله. هل الشخص ده هو ده اللي هينفع؟ هل ده هيكمل معايا؟ طبعا على حسب الفترة، على حسب الإجابة. يعني هو لو شخص في جامعة، شخص مخلص، شخص خلاص واخد خطوة بجد، ساعتها هندي فرصة للحاجة دي. طب هو شخص لا انا في اعدادي في ثانوي، لا، هنحاول بقدر الامكان ان احنا نشغل وقتها ان الموضوع ده ممنوع، الموضوع ده بيفضل جوه قلبنا بس، لان في الدين الموضوع طول ما هو في قلبك عادي، جواكي في سرك عادي، بدأنا نتلفظ بيه، بدأنا نبص، بدأنا مشاعرنا تتحرك بطريقة مش صح، الذنب ابتدى وابتدى يتكتب علينا. طبعا ربنا يسامحنا على اي حاجة، ولكن اي حد فينا اكيد هيبقى عايز يشوف بنته او ابنه احسن منه اكيد، ما بالك بقى ده ذنب كبير جدا جدا احنا ما بنعرفش ان احنا نعديه بسهوله. فخلينا ان احنا يبقى هدفنا كله ان احنا نعرفها ان ده حلال ولا حرام، مش عيب، مش عيب، حلال ولا حرام. فاهميني؟ رجعت لكم تاني معلش عشان الموبايل كان رن. كنت بقول لكم ان اساسي وانا بكلمها عن الموضوع المراهقه ده بالذات ان لازم اعرفها الحلال من الحرام مش العيب. فهمنا كده؟ يبقى انا هسمع اكتر ما هتكلم، هعرفها حكم الدين في الحاجه دي، هتكلم معاه شوف البني ادم ده في فتره ايه، هل ده صح هل ده غلط، هل هينفع اخد ناحيته خطوه ويجي يكلم بابايا ويقعد معايا، ولا احنا لسه في المراهقه. طب في المراهقه هسيبها تتكلم، انا عن نفسي هعمل كده. بمعنى ايه؟ انا مش هسيبها تجاري مشاعرها، زي ما قلت لكم هقول لها حدود الذنب بتبتدي امتى، ولكن عمري ما هسيبها ان هي ما تيجي تقول لي ان انا فرحت النهارده ما شفته، ان انا عملت النهارده ما شفته، ده عادي، ده بص لي، ده كلمني، ده بعت لي، ده عمل لي جواب، ده عمل لي ورده. انا سامعه في كل الاحوال، انا مستمع في كل الاحوال. ما ينفعش ان انا في مره احكم عليها لمجرد ان حد تاني هو اللي عمل الفعل، انا ليا فعل بنتي عامل ازاي.
وطبعا مساحه الثقه دي اهم حاجه، ان انا واثقه فيكي. الكلام، البنت بتحتاج الكلام جدا. انا واثقه فيكي، انا عارفه انت هتتصرفي ازاي، انا عارفه ان انت اشطر بنت، انا عارفه ان انت اقدم بنت، انت اعرفوا انتوا هتربوا انجح واحلى شخصيه في العالم. اوكي. اوكي. طيب. الدين بقى، الدين ده البوينت الاولى، بس انا خليتها دلوقتي عشان اتكلم بيها باستفاضه براحتي بعد ما قلت لكم اساسيات الحاجات، النقط اللي احنا بنقع فيها على طول. اولا، الدين هو اساس علاقتي بيها. كل حاجه انا بتكلم فيها، انا بتكلم فيها اول حاجه بالحلال والحرام. هتكبر هتبقى هتتكلم بالحلال وبالحرام، مش تتكلم بالعيب. بمعنى ان بنتي ليها الحريه الكامله تعمل اللي هي عايزاه، مش عشان خاطر الناس، عشان خاطر ده يرضي ربنا عادي، عشان ده ربنا ما ذكرش ان ده هيعمل لبنتي مشكله. فاهمين ازاي؟ يعني اللبس حدود الدين بتقول ايه، الاكل بره حدود الدين بتقول ايه، الخروج بره حدود الدين بتقول ايه، كلامها مع قرايبها، كلامها مع اخواتها، طريقة قعدتها في البيت، طريقة قعدتها بره البيت، طريقة تفكيرها، كل حاجة، دراستها، اقول لكم ايه، اللعب، الخروج، زي ما قلت لكم، كل حاجة انا ببص فيها اساسها الدين، اساسها الدين. بصوا حطيت هنا سيلفر وهنا سيلفر، تحفة يا جماعة. في الحقيقة على فكرة احلى كمان من هنا، يعني في المرايه احلى. هحاول لما اخلص اصور لكم عن قرب شويه. انا طبعا صلحت حواجبي، بصوا هو حلو ولكن انا مش متعوده عليه، فمش بحب اعمله في الفيديوهات كتير. تمام، اتفقنا معاها على كل الحاجات دي، خلاص. يبقى نسيب لبنتنا يعني كل الحريه في ان هي تختار هي عايزه ايه، بحكم الدين مش بحكم العادات والتقاليد. اتفقنا؟ طيب. زي ما قلت لكم النقطه بتاعت الكلام، الكلام دي هتيجي من مين؟ منك انت بس؟ لا، من باباها، من اخوها، من كل اللي حواليه، اللي هم البرايفت اريا بتاعتها، اللي هم الناس اللي قاعدين معاها في البيت، اللي هم بيشوفوها على طول، عشان ما تضطرش تاخد الكلام ده من بره. انا لما انتقد بنتي طول الوقت وطول الوقت بتعمل غلطات، فانا بنتقدها، في حد بيبعت. آه لو انا شايفه ان بنتي شخص فيها عيب، مش معنى كده ان اللي بره هو اللي يقول لها لا. انا فين؟ انا فين؟ ما انا مش هستنى اللي بره يطبل عليها وانا في نفس الوقت انتقدها، لا. انا عايزه انا اكون انا الاساس، بمعنى ان انا لما امدحها كذا مره واجي اقول لها على مره عيب هي تسمعني، انما لما ابقاش طول الوقت بعيب وارجع في الاخر استنى منها ان هي تتقبل مني الكلام، وان هي توافق على اللي انا بقوله، وان هي تسمع الكلام من غير ما تفكر، لا. صدقوني لما انتوا تكونوا انتوا الاساس في الاعجاب بنفسها، ساعة الانتقاد هتبقوا انتوا اصلا اللي بتجري عليكم. هل انا حاسه ان انا عملت حاجه غلط يا مامتي؟ ايه اللي ممكن اصلحه؟ يا بابايا انا النهارده حاسه ان انا طلعت بلبس مش كويس، ازاي ممكن اكفر انا عن الحاجه دي؟ انا دلوقتي وانا كبيره انا بعمل كده. بمعنى ايه؟ ان انا شايفه ان النهارده انا تجاوزت حدودي جدا في كل حاجه، في اللبس، في الكلام بره، في التهريج مع اصحابي، وانا كبيره، وانا كبيره، تمام، وانا فلسه برجع لنفس الطريقه اللي انا اتعودت عليها، لاني كنت بسمع طول الوقت مامتي تقول لي ده حرام، ده عيب، ده حرام. هي طبعا كانت واخده العيب ده لان هم متربيين في نفس البيئه اللي هي معظم امهاتنا متربيه فيها، يا بنتي ما ينفعش والناس هتقول ايه وكده. ولكن انا كنت بصراحه بسمع الكلام وانا صغيره من غير تفكير، اللي هو حاضر ونعم وخلاص. ولكن وانا كبيره بقى بدات اهدى، بدات افهم ان انا كنت مقفوله جدا، وان وارد ان انا اغلط، وان عادي ان انا اغلط، وان لازم اصلا اغلط. فاهمين حاجه؟ بس فساعة الانتقاد كنت بتكبر والله، وكنت بحاول اصلح ده. وزي ما قلت لكم وانا كبيره دلوقتي انا اساسي، انا اللي بحرك نفسي، الدين هو اللي بيحركني. فاهمين؟ مش العيب بقى، خلاص ركنت العيب ده خالص لما كبرت واعتمدت على نفسي، فتحت بيتي، بقيت عارفه ان الدين هو اللي بيحركني. اتفقنا؟ بلس بقى كل اللي انتوا اتعلمتوه النهارده ده، او لو انا قدرت افيدكم باي حاجه، اهم حاجه النظافه الشخصيه. بنتنا مش عيب ان هي تشوف اماكنها، او ان هي تعرف ازاي حصل تغير في جسمها، او ازاي انضف الاماكن دي، او اي حاجه من الحاجات دي خالص. والله العظيم ده معيب، وحياه ربنا ده معيب، ولا انه لازم لما اتجوز، ولا انه من اي حاجه من الحاجات دي خالص، لا. المكان ده من بدايته، من بدايه فتره معينه، لازم 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 اخلي بالي منه. هشرب الاول قبل ما نحط الرش. لازم اخلي بالي منه كويس قوي، من نظافته كويس قوي، من ريحته كويس جدا، عشان خاطر لما اكبر يبقى ده روتين، حاجه في حياتي عاديه.
خلاص. طبعا الناس بتوع زمان معظمهم مش شايف ده خالص، ولكن ده دورنا احنا بقى، اتفقنا؟ احنا دورنا الناس الجديدة، او الوقت اتغير خلاص، وبقى مدينا مساحة ان احنا نتكلم في الحاجات دي عادي، وان بقت اوريدي اصلا موجودة حوالينا في كل مكان، منتجات للعناية، منتجات للريحة، منتجات مش عارف ايه. ولكن على الاقل مش بقول لكم ان هي تهتم مليون المية، ولكن على الاقل الحاجات البديهية جدا، طريقة ازالة شعر، طريقة تعطير، طريقة استحمام كويسة، طريقة ازاي اغتسال، كل الحاجات دي طبعا انتوا فاهمين بتتعمل ازاي، ولكن هم مش فاهمين، هم محتاجين يعرفوا الموضوع ده ماشي ازاي. اوكي اوكي. فكلكم امهات عسل، كلكم ناس كويسين، كله خلاصة الموضوع ده كله، اسمعوا بنتكم، قولوا لبنتكم كلام حلو، متخلوهاش محتاجه اي حاجه من طرف تاني من بره، من جنس اخر بالتحديد، لانها بتبقى محتاجه جدا ده منك ومن باباها ومن اخواتها. لو ربنا رزقني ببنوته هعملها كده، لو ما رزقنيش ربنا يقدرني واعمل بقى ان شاء الله لما ابقى كبيره كده مرات ابني بنفس الطريقه، لو غلطت، لو حصل حاجه، لو خانها التعبير، لو حصل اي حاجه، ان احنا نكون رحمة ببعض، ان احنا نكون حنينين على بعض، ان اقدر ان انا ادي مساحه للي قدامي طول الوقت ان هو يبقى مرتاح وهو بيتكلم معايا. بس كده، ده اللي كنت عايزه اقوله لكم النهارده. تعالوا بقى نخلص اللوك بطريقه بسيطه، اللي هو الروج بس كده وخلاص. انا حددت هنا اوكي بلون كده بني خفيف، احنا كل ده بنعمل لوك فيمينين كده، فاكيد اكيد مش هيحتاج بهرجه كبيره كده. اها اها. هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. بصوا انا حاطه حته كونسيلر كده بسيطه، هدمجها كده بشرة، مش هخلي بس فيها ايه زيادات، عشان لما اجي احط عليها اللون تبقى عشان بس ما بوظتي بقى الباليت واحط الفرشه التانية. هسه عشان انا ما عنديش اصلا لون بينك، بصوا كده مش عندي نفس اللون. بصوا انا هحط بيها، واللي يحصل يحصل يا جماعه. بقى ايه، هنبقى نغسلهم دلوقتي خلاص، عشان هي اكيد اكيد هترسم احلى. بصوا بينك خفيف خالص خالص. اخر خطوه هعملها هي الليب جلوس. بصوا هحط حته صغننه جدا كده، بس عشان هو فيه لون، فانا مش عايزاه يضيع درجه البينك اللي هي الهاديه خالص دي. بصوا كده ممكن نحط بقى حبه برضو جليتر بينك كده. بصوا هنا اوكي تحفه يا جماعه. وطبعا حطينا جوه هنا بينك تمام. ممكن بقى نحط ماسكارا وكده اخر حاجه خالص، عشان لو عايزين نصور باقي الفيديوهات وكده. بصوا اهوت، عشان اصلا ده هيظهر جدا جدا لوك الميك اب. بصوا كده، ايه رايكم؟ ايه رايكم بالله؟ بالله ايه رايكم؟ طبعا هنلم كل الحاجات دي، انا خايفه بس ان احنا نطبع. بصوا بس يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من الفيديو. متنسوش تعملوا لايكات كتير كتير كتير، وسبسكرايب وكومنتات لو انتوا لسه مش بتتفرجوا عليا. اعملوا كل الحاجات اللي ممكن تتعمل، عشان بجد بجد القناه بقالي كتير مش بصور عشان ما كنتش فاضيه، وغير كده كمان عشان خاطر محبطه شويه، ولكن ان شاء الله كل اللي جاي يبقى كويس. بس النهارده كان كل الحاجات دي من خلاصه خبرتي الصغنونه. بس كده، اي حد عنده كومنت او سلبي او اي حاجه قلتها غلط ممكن تراجعوني فيها ونستفيد من بعض. يلا باي.